السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا معايا النهاردة في أول حديقة حيوان في بورسعيد. الحديقة اسمها نيستلي. تابعوا صفحتها على الفيسبوك، هتلاقوها على طول بتنزل بروجرام وحفلات واحتفالات للأطفال. كل الأطفال في السن الصغير بيحبوا، الكبار كمان بيتبسطوا قوي مع الحيوانات. نيستلي فيها شوية حيوانات وطيور وزواحف، مش يعني صغيرين بس. الأطفال مجرد ما بيشوفوا الحيوانات بيتبسطوا قوي. كل دي طيور بأشكال مختلفة. الولاد بتتبسط جدا لما بيقضوا وقتهم مع الحيوانات. وده قط شكله غريب وحجمه كبير جدا. فيها نسانيس وفيها نعام وفيها جمال. هتتفرجوا معايا دلوقتي. حجز التذكرة في نيستلي في بورسعيد ب30 جنيه بس. أنا كنت يومها كانوا منزلين على صفحتهم على الفيسبوك إن العرض اللي هيجي النهاردة كان ب15 جنيه، فأنا حجزت الولاد ورحنا في اليوم ده. المكان بتاعها عند ملاهي لونا بارك. بتدخل ناحية البحر كده عند عم تسوقي. بتلاقي هناك المكان بتاع الملاهي، وبيطلعوا الحيوانات اللي انت عايز تتصور معاها براحتك. يعني ده التمساح اللي عايز يتصور معاه وبيحب المغامرة مع الزواحف وكده يقدر يتصور معاه. وشوف ده بقى مع صاحبه بيلعب ألعاب لذيذة ازاي. وكمان النسناس تقدر تتصور معاه. كمان الطائر ده تقدر تتصور معاه. طبعا انا مسرحة الفيديو شوية، يعني السلحفة مش بتجري في المية كده، هي بتعوم بالراحة. والنعام ده كمان لذيذ قوي، والتصوير معاه برضو في منتهى الجمال. دي بقى نسناس بسنت، دي اخر شقاوة. خطفت النضارة بتاعت ابني من على وشه، فخدوا بالكم وانتوا بتتعاملوا معاها، اي حاجة قدامها ممكن تخطفها. وده الميني حصان، الحصان القزم. وفي الجود دي، وفي مش عارفة دي اسمها ايه، لاما دي ولا ايه، او نوع من انواع الغزال. لذيذة جدا وحركاتها جميلة جدا. وعندنا كمان الحيوانات اللي في القفص دي. انا بصراحة مش عارفة الحيوان ده اسمه ايه، بس هو كمان ليه ازازة مية كده، والولاد بيشربوا بيها. وفي تصوير كمان مع البغبغان. شايفين البغبغان ده وشقاوته؟ كل ما يلاقيني بصوره يقعد يعضعض في القفص بتاعه. وفي كمان اللي هي القواقع اللي هي دي. وهنا الفئران البيضة. ده بقى النسناس الخطير، ده الطاووس. الحديقة مليانة أنواع من الطيور. وطبعا في ركن بقى في الزواحف اللي هي التماسيح، وفي ركن في القطط زي ما انتوا شايفين كده. وفي وده كل ده اللي هو الفار الأبيض، الهامستر. دي القطة الكيوت قوي دي. وكمان هتلاقوا فيها بقى ايه، دي بقى السلحفة البرية، يعني اللي قاعدة على الأرض. دي تقريبا ما اتحركتش خالص، يدوب راسها كده بتتهز حاجة بسيطة. انما القاعدة بقى جنب الزواحف الثعابين دي خطيرة. وكمان في الحربة بألوانها، اللي فيه كذا 3 ألوان من الحربة. وشكل التمساح ده غريب قوي، من هو مبطط. وأنواع كتير من التعابين. الوقت اللي هناك هتقضوه وانتوا مبسوطين جدا. دي الحربة بألوانها، في منها الأورنج وفي منها الأخضر وفي منها اللون اللي عاتي على بيربل كده. الوقت في حديقة الحيوان ممتع جدا جدا لكل الأطفال. في لو انتوا عايزين تأكلوهم أو لو عايزين تتصوروا معاهم، كل ده موجود في الجنينة.
حقيقي نستلي فكرة جديدة بورسعيد جميلة جدا، لان كنا مفتقدينها، وكل الاطفال بتحب ان هي تقضي وقت حلو مع الحيوانات، فدي كانت فرصة حلوة جدا وفكرة جميلة منهم ان هم عملوا الفكرة دي في بورسعيد. شايفين النسناس ده الحارس اللي عليه قال لنا ده ما ينفعش يتربى في البيت لانه شرس، وفرجنا ازاي لما يفتح بقه هو ايوه بيعمل على اسنانه ازاي. فقال لنا ده ما ينفعش ان هو يتربى في بيوت، لان هو كده ده ايه، هيتهجم على، يعني على مش اليف، يعني ده مش نسناس اليف. مكانها قريب جدا، ما يتوهش. ما تتأخروش ان انتوا تاخدوا الخطوة دي، حقيقي يعني لذيذة جدا، خاصة ان الولاد في اجازة نص السنة بيكونوا عايزين يغيروا جو، واكيد هيتبسطوا جدا بالتجربة دي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.